أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من محسوبة صح مع خالد يونس. احنا النهاردة هنتكلم على موضوع مهم شوية. احنا ساعات كده بتلاقي من كتر ضغط الفلوس من غير ما نحس عصبيين متضايقين، حالتنا النفسية مش أحسن حاجة. الظروف اللي من دول بتخلي الناس كده مخنوقة واحنا في حلقاتنا كلها بنتكلم على الصحة المالية، والصحة المالية يعني في الآخر هتؤدي إلى صحة نفسية جيدة. فإحنا عايزين نناقش النهاردة إزاي نتعامل مع الضغوط ديت، وعشان نقدر ناخد نصايح جيدة معانا دكتور محمد الشيخ، أستاذ دكتور جامعة الأزهر والمدير الطبي لشيزلونج، ودي أول عيادة أو أول منصة أونلاين عيادة نفسية في الشرق الأوسط وأفريقيا. أهلا وسهلا بيك يا دكتور محمد. النهارده يمكن هندردش شويه، احنا طول الوقت بنجيب ضيوف، بنتكلم على البورصه، بنتكلم على البنوك، بنتكلم على التامين، بنتكلم على ازاي تتعامل مع فلوسك. بس الزاويه النهارده احنا يعني شايفين الدنيا مش احسن حاجه. ساعات الحياه غاليه على الناس، الظروف الاقتصاديه ضغطه شويه. وانا مره كان ليا صديق يعني دكتور نفسي قال لي انت تعرف ان معظم او من اسباب الكبيره للامراض النفسيه ضغط الفلوس. فكان دي يعني ما فيش حاجه سبورتد دي statistics او حاجه علميه. انا قلت حاجه حد قالها لي، I don't know اذا كانت حقيقه ولا لا، بس خلينا انا احس بيها فعليا. ممكن يكون الفلوس من الحاجات اللي تضغط ناس بشكل كبير. فاول حاجه عايزين نتناقش فيها النهارده ازاي علاقه الصحه النفسيه بالفلوس. في علاقه بين الاثنين وبعض؟ بالتأكيد. بالتأكيد. باين علينا حتى. لا يعني هي أصل هي الصحة النفسية كمصطلح واضح لنا، لكن الفلوس محتاجين بس نردها لأصلها. احنا بنعمل ايه بالفلوس؟ مظبوط. فاحنا بالفلوس بنشتري أكل، بنشتري شرب، بنأجر سكن، وبنشتري سكن يبقى عندنا مأوى يعني. مظبوط. وبنشتري بيها حاجات للأمان يعني. طيب كويس خالص، دي الحاجات اللي احنا بنجيبها بالفلوس. طيب لو الفلوس فيها مشكلة، تبقى الحاجة دي فيها مشكلة. اللي هي الحاجات الامان، البيزكس دي بقى فيها مشكله. البيزكس بقى فيها مشكله. مظبوط. فالبيزكس هيبقى فيها مشكله، فيبقى عندي مشكله في الاكل، مظبوط. مشكله في ان انا الاقي اكل يعني، او الاقي اشرب، او الاقي اسكن، الاقي اصرف احتياجاتي الاساسيه من مأكل وملبس ومأوى والى اخره. فهنا يبقى اذا في علاقه وطيده جدا بين الفلوس بقى، او ما تعبر عنه الفلوس هنا، وبين الصحه النفسيه او الحاله النفسيه. بس انا اسف، ممكن اقطع حضرتك هنا؟ انا بشوف ناس كتير قوي مضغوطه وهم ما عندهمش في الحاجات المشكله في الحاجات البيزكس دي. طيب ودي غريبه جدا يعني. انا متفق مع ده بيبقى فيه خوف كتير قوي، مش على النهارده، على بكره اكتر. هل انت متفق معايا في الموضوع ده؟ متفق تماما، وعايز اقول لك انا بشوف ده ازاي. فخليني الاول اقول لك انه انا ليه قلت ده في الاول، انه الفلوس هي اللي بشتري بيها الاكل والشرب والاخره. لانه الاكل والشرب والمأوى، او انه يبقى فوقي سقف يعني انا عايش فيه، دي الاحتياجات الاساسيه. وفي شخص مهم جدا في الشغلانه بتاعتنا دي اسمه ابراهام مازلو. ده كان عامل هرم كده اسمه هرم مازلو للاحتياجات، فمرتب فيها احتياجات البني ادمين من تحت لفوق. ففي قاعده الهرم هي الاحتياجات دي، اللي هو انا اول حاجه محتاجها في دنيتي هو ان انا اكل واشرب، فيبقى في امان الاكل والشرب والملبس والبس، ويبقى فوقيه سقف. لو ده بقى فولفيلد، اتنقلت للليفل اللي بعده، هو ان انا احتاج ان يبقى فيه امن وامان. امن وامان. لو ده، والامن والامان ده ممكن يتحقق بعلاقه انا حاسس فيها بالامن والامان، ممكن يتحقق بان انا مش خايف من بكره يعني، بيتحقق باشياء شتى. دي برضو الفلوس جزء منها. الامان المادي هو جزء منها. فهو الامان المادي هنا في القاعده وفي الليفل اللي بعدها. طب هو ممكن يبقى في الليفل الثالث كمان. ممكن يبقى في الليفل الثالث بتاع تحقيق الذات، وان انا يبقى عندي انتمسي ومش عارف ايه وبتاع. في الليفل اللي بعد كده انه في الاتشيفمنتس، في الليفل الاخراني خالص هو اللي ممكن ما يبقاش له علاقه بالضروره بالماده. لكن لو جينا على الخمس قواعد دول او الخمس شرايح من الهرم، الماده او الفلوس ممكن تلعب دور، لكن على الفيري بيزك تحت خالص هي طبعا هي الاهم. هو النهارده انت هتشتري المأكل والملبس والمأوى والمشرب منين؟ ما هو لازم فلوس. مظبوط. ثم بعد كده أمن وأمان، جزء منها كبير جدا جدا جدا
فلوس على حسب المجتمعات. دي اول نقطه بيزك احب اشاور عليها. تاني نقطه بقى هو احنا قسمنا احنا بقى لشرائح وقطاعات. هتلاقينا فينا شريحه لسه واقفه عند ليفل 1 تحت خالص ده، اللي هي فعلا بتستراجل انها تلاقي المأكل والملبس دي بتعاني ليها ولأسرتها شهر بشهر أو يوم بيوم. فدول طبيعي إن هم يبقوا في إشكالية في الحتة دي. طيب ماذا عن الناس اللي نمرة 2؟ يعني أنا من الشريحة اللي لاقي أكل ولاقي أشرب وكل حاجة، بس أنا لاقي بس يدوب أكل ويدوب أشرب ويدوب أدفع إيجار البيت اللي أنا عايش فيه. طيب الليفل اللي بعده أمن وأمان. بس أنا لو عييت مش هلاقي أصرف، مش هلاقي بتاع. ممكن أبقى في الليفل التاني ده. هم الناس اللي في الليفل التاني برضو بيعانوا. طيب يا سيدي أنا لا، يعني ماديا مرتاح شوية لدرجة إن أنا نمرة 2 دي كمان لاقيها. فيبقى في نمرة 3 وهكذا لحد الناس اللي فوق خالص أو اللي على قمة الهرم. ما عنديش مشاكل مادية، بس أنا عندي قلق تجاه اللي عنده مشاكل مادية، أو من اللي عنده مشاكل. يا قلق تجاهه، قلق عشانه، أو خايف باعتباري بني آدم يعني، وأنا في المجتمع وفي مشاركة هنا، وخصوصا لو أنا بحقق رايح للسلف اكتواليزيشن اللي هو قمة الهرم أو التحقق. فطبيعي إن أنا إنسان متجاوز لذاتي. فلما هتجاوز لذاتي في مجتمعي، ما أنا هبص على الناس اللي مش لاقيه تاكل فأتعب من أجلهم. ده ممكن ده مصدر من مصادر الاسترس. الاسترس. فإذا ما فيش حد على الشرايح دي كلها ما هوش متأثر بده. ليس بالضرورة يبقى التأثير ده مباشر، إن أنا مش معايا فلوس أو ما عنديش فلوس. لا، ممكن يبقى معايا فلوس وعندي فلوس أحقق بيها، أو عندي أمان مادي يكفيني 10 سنين 20 سنة قدام، بس أنا حوالي ناس كتير تعاني وأنا الدايرة لازم تكمل. بس أنا هسأل حضرتك سؤال. مش بنعيش في جزر معزولة يعني. أيوة، بس أنا في ناس بتشوفها محظوظة بقى. هو ممكن يكون من الناس اللي هم تحت بيعانوا أو في الفئة التانية، بس على فكرة تبص عليهم بيضحكوا وبشوشين وبتحسدهم. انتوا فرحانين على ايه الجمال النفسي ده، ايه الرضا ده، ازاي ده بيعال، ازاي ده بيوصل للحالة دي رغم كل المعاناة دي كلها؟ لان المعاناة في الحياة مش جديدة، هي قديمة جديدة، هتفضل مدى يعني طالما في حياة. شكرا. بس في وسط الناس دي في ناس كده بتقول ايه ده الرزق بتاعهم جالهم جريب رضا كده وحالة، رغم ان هم بيعانوا فعلا. يعني تشوفهم، لا انتوا بتعملوا كده ليه؟ طب انتوا فرحانين ليه؟ او انتوا مش متضايقين ليه؟ او مش متوترين ازاي؟ دول بيتعاملوا ازاي مع الضغوط النفسية دي او الظروف الضغطة المالية دي؟ ازاي بينجوا بحالتهم الصحية والنفسية بشكل يخليهم عايشين وعايشين كويس؟ بشكرك الأول على السؤال ده تحديدا، لأنه منطقي إنه لو إحنا كلنا في المراحل الهرمية دي كلها بنتعرض لنفس الضغط اللي هو الضغط المادي بشكل مباشر أو غير مباشر، طيب ليه في ناس بتتعب بقى بيجيلها أمراض نفسية، وفي ناس ما بتتعبش وما بيجيلهاش أمراض نفسية، وفي النص ناس بتضغط بس لكن ما بيجيلهاش مرض نفسي يعني. دول المفتاح عندهم ان هم ناس ريزيلينت، يعني ناس فليكسبل وعندهم ما يسمى بالمرونة النفسية. كويس خالص. المرونة النفسية دي حاجة مكتسبة يعني ولا بنتولد بيها؟ الاتنين. جزء منها جيني بتولد بيه، لانه لو انا والدي وجدي كانوا فليكسبل وريزيلينت نفسيا فده بيتطبع على الجين فبورث حتة منها. تمام. وجزء منها مكتسب. ففي هنا 3 حاجات لو موجودين في البني آدم أعرف إنه هو ريزيلينت أو مرن نفسيا مهما كانت الضغوط اللي بتقابله. يعني بعد شوية ممكن أبقى بقول لك إنه هناك ضغوط معينة هي يعني كتيرة على أي بني آدم وفوق احتمال البشر يعني، والناس بتعمل معاها إيه يعني. وفي ضغوط اللي هي بتاعت كل يوم اللي منها الضغوط المادية والناس بتعمل معاها إيه. 3 حاجات. الحاجة الأولانية هو استدامة ما أنا فيه. خد بالك بقى، ده المايند سيت بتاعي. أنا دلوقتي في أزمة سواء مالية أو غيره. لو أنا المايند سيت بتاعي بيقول إنه اللي أنا فيه ده endless chain of misery، سلسلة طويلة من القرف ما بتخلصش، ده المايند سيت بتاعي بشكل متشائم جدا. يعني ده مش هيختفي في وقت من الأوقات، قصاد مايند سيت تانية بتاعت لا، اللي أنا فيه ده في كل الأحوال مؤقت وفي كل الأحوال هيخلص. أنا في يوم واحد أنا بستقبل اللي بيحصل لي إزاي؟ بالحتة اما دي اقول ان هو ده هيبقى انا متشائم، هو كده الدنيا هتبقى منيله طول العمر بالظبط، او لا ان شاء الله خير والدنيا دي هتخلص والدنيا زي الفل. العامل ده اسمه ايه؟ الاستدامه اللي انا فيه. لو المايند سيت بتاعي بيقول التصديق بتاعي اللي هو السيت اوف
thoughts او beliefs، معتقداتي انا، انه لا اللي انا فيه ده بيخلص، يعني له في الاخر له نهايه. فانا هنا فلكس، ده يقلل شويه ويخليني شويه مش مضغوط. طبعا. تمام. تاني واحده هي شده اللي انا فيه. لو انا المايند سيت بتاعي بيقول لي انه اللي انا فيه ده يعني مفيش اسوأ منه في الدنيا، انا كده يعني اي روك بوتوم زي ما بيقولوا، يعني جبت القاع، فيرسس واحد تاني بيقول اللي انا فيه ده ربما يكون شديد بس فيه اشد منه. بس دي انا عايز قبل ما اروح للثالثه اقف عندها شويه، لان انا اعتقد دي هتفرق كتير. يعني في بعض الناس، انا عشان افهم ده والناس تفهم اللي حضرتك بتقوله، وانا متاكد ان هو سهل وبسيط، بس اعيد تاني فهمي انا، ان انت لما بيحصل حدث للناس اللي هي بتكبر المواضيع ان دي اخر الدنيا وخلاص، سواء الفلوس او غير الفلوس، دي هتلاقي حياتهم طول الوقت عنده مشكله ضغط. انما لو تخيلها ما هو ممكن ما هو اسوأ في اسوأ من ده، وممكن يتخيل ما هو اسوأ في حاجه حصلت لحد يعرفه فعليا، يلاقي طب بص لا حلوه يعني كده تمام زي الفل، ما انا لسه بمشي وبتاع ومفيش مشكله. دي الثالثه بقى. حضرتك جبتها. دي ثالثه. هي الشخصنه، البيرسوناليزيشن. اللي انا فيه ده بالمقارنه باللي حواليا، الحمد لله على اللي انا فيه ده فيه اسوأ مني، الحمد لله على اللي انا فيه ده فلان عنده احسن من غيرنا. احنا عندنا في الموروث الشعبي من الامثال حاجات بتقول كده، يعني الحمد لله احسن من غيرنا، دي حاجه موجوده. فده بيرسوناليزيشن. لما بقارن نفسي باللي حواليا اوكي بلاقيش نفسي في اخر الصف، فبلاقي نفسي somewhere in the middle يعني. لو ساعات لما بفكر قوي بلاقيني لا ده انا ادفانسد قوي يعني مش في الميدل ولا حاجه. لان في حاجات احنا ممكن ما نقدرهاش بتمنها او بناخدها فور جرانتد عشان بس احنا مش قادرين نقدرها بفلوس. نظري ده حاجه كبيره قوي. اللي هو لو انا مضغوط ان انا مثلا خسرت فلوس شويه او فلوس راحت مني، او انا اعتقد لو حصل لي العكس، ما انا لو معايا فلوس الدنيا كلها اتمنى ان هي بس ترجع يعني. وهكذا انا دي امثال معروفه يعني. بس في لحظات دي التفكير ده يخلي الحاله المزاجيه والحاله النفسيه تختلف 180 درجه. طبعا انا الثلاثه دول هيخلوني انا هعمل ايه في الموقف ده، يخليه يأثر عليا ويبقى فيه توابع أسوأ من الحدث نفسه. يعني الحدث نفسه سيء وانا في واحد يقول لك ايه ربنا ما جعلك عدو نفسك. ففي الحاله دي بقيت عدو نفسي. لو انا خدته في الحته السيئه قوي. لو انا خدته بالمنطلق اللي حضرتك قلت عليه الثلاثه، هو اول حاجه هو مو مؤقت ان شاء الله، هو شديد بس شديد مش قوي، بس يعني على فكره ده في اشد منه الحمد لله رب العالمين، وانا مش لوحدي ده انا احسن من غيري. مظبوط. هنا بقلل شويه الموضوع. مظبوط جدا جدا جدا. فيحدد ده هنا المايند سيت. طب المايند سيت بقى هنا هيبقى ايجابي في الثلاث نقط دول ولا سلبي في الثلاث نقط دول، على حسب هو متركب المعتقد جواه ازاي. احنا عندنا في مخنا سلسله من الافكار يحكمها سلسله من المعتقدات، بيليفز، معتقدات راسخه عني، عن نفسي يعني، وعن الدنيا وعن الناس. فلو المعتقد الراسخ جوايا عن الدنيا انها مليانه هموم، انها ما بتديناش غير الاذى والقرف، في مايند سيت كده، في تركيبه بني ادمين كده، هو بيشوف الدنيا من الشباك ده اللي احنا بنقول عليه المتشائم يعني. بيند اب. وفي ناس بتقول عليه حاجه تانية، بس يعني هو نسميها متشائم. متشائم تشبوب طائر. بالظبط. فبيند اب انه التفكير بتاعه هو محصلته يعني انه ما هو ده بيحصل لي كله ضروري انا اللي استاهل. ضروري انا السبب. انا استحق ده، انا استحق اللي انا فيه. انا بس ده في ده نوع التفكير ده موجود كتير جدا. هل ده في اي شيء يحركه يعمل حاجه؟ لا خالص. ما خلاص هو قفلها، هو عمل الكونكلوجن. مش عامل حاجه. يقول لك معلش انا هتكلم بلغه، هي مقفوله مفيش فايده. البلد مش عارف دي ايه، هي كذا كذا، خلاص انا قفلتها من اللي حواليا وانا فقري. واللغه وممكن حد يستخدم الحاجات دي مش واعي ان ممكن هو بيسطب مخه على ده. فبالتالي خلاص هو انت متضايق ليه؟ ما انت فقري معروف وانت طول عمرك كده، يعني ايه المشكله؟ انت ليه مستغرب ان الدنيا تبقى كده؟ عادي يعني. ده السطب بتاع مخه كده. فمش بس هو ده هيبقى مضغوط نفسيا. ما خلاص ما عارف ان الدنيا دي كده طول الوقت مضغوط نفسيا. ده مضغوط نفسيا حتى لو هو مش موجود معانا على الهرم ده ولا مضغوط فيه. يعني هو كل حاجه عنده فولفيلد تمام يعني. ده لو جاله فلوس وهو عندوش ازمه يقول لك لا ده الدنيا هتبقى سودا. يعني احنا هنصرف الفلوس دي في العلاج. لو الدبانه وقفت على وشه يبقى يوم مش فايد. يعني لو الدبانه وقفت على وشه كده يبقى يوم مش فايد. فموجود ده موجود، وده ما بيتحركش يعمل اي حاجه خالص. فهو ده بيستناها تتحل. بس ده وصل لمرحله المرض. ده بيتعالج صح؟ ده انا هقول لك كمان، وهو بيستناها تتحل لو حصل حاجه ايجابيه في حياته ايا كانت هي ايه يعني. بيترجمها ازاي بقى؟ صدفه.
لا ما تتكررش دي ابدا. لا ده في حد بيترجمها تاني بقى ما دام دخلنا في الموضوع ده. هو ايه الزتونه؟ انت بتضحكي ليه يا دنيا ليا؟ مظبوط. ايه في الخازوق حاجه في حاجه زي يعني something wrong. هياخد الموضوع اي حاجه حلوه في حاجه وحشه بس ما حد مخبين عليها حاجه. يعني انا عارف ان كله لازم يبقى منيل ب 60 نيله ففي حاجه جايه فمعلش. خلينا متفائلين بقى ونروح للناس المتفائلين وهم كمان كتير جدا. المتفائلين كتير. على الناحيه الثانيه بقى الناس المتفائله جدا هو انه الثلاث حاجات دول كل هذا حتما سيمر. أيوة. انا مش لوحدي في اللي انا فيه ولا ده مش شديد قوي في اشد من كده والحمد لله على اللي احنا فيه. وعسى الله ان يحدث بعد ذلك يعني ان ده يحصل ان شاء الله بعديه خير وبتاع. واكيد انا استاهل الاحسن واكيد انا في ايديا حاجه اعملها. واكيد ربنا سعي واكيد ربنا رحيم وهيساعدني وده مش هيبطل سعي. أيوة. لانه واثق في انه يقدر واثق في انها مؤقته واثق في انها بتتحل. فهو دايما عنده a sense of empowerment ان انا في ايدي حاجه اعملها. هجرب يمين ما نفعتش ما يقاسش هجرب شمال ما نفعتش ما يقاسش هجرب فوق ما نفعتش ما يقاسش هجرب تحت. فده لانه هي دي الحياه ومعنى الحياه في الرحله بالمناسبه مش في الديستنيشن. حضرتك فتحت موضوع مهم قوي وانا عايز واعتقد ده مفتاح مهم. احنا ممكن بنضغط نفسنا بشكل كبير ونتعرض لضغط نفسي كبير خصوصا ناحيه الفلوس عشان بنحط توقعات غلط. فالتوقعات الغلط بتليد لضغط والضغط ده لان عايز اقرب شويه. احنا ما حدش قال لنا او ان يا جماعه بلاش تريزيست السنه الكونيه بتاعت الحياه اللي هي ابس اند داون. فطول الوقت انا عايز اللي هي الحياه على مزاجي عايزها بالشكل ده بالطريقه دي وبحاول اريزيست اي حاجه تقرب من الحته دي. وللاسف ده مستحيل يعني ما اعرفش ده في حد نجح في ده ولا لا بس مستحيل. فكره القبول واحط الناس تحط رايت اكسبكتيشن ان الحياه مكسب وخساره حتى في الامثال ما هي مكسب وخساره والحياه ابس اند داون وبنعيا وبنخف والدنيا بتبقى طرف في يوم ويوم صافي جميل والشمس حلوه. برضو في الحياه الماديه ما هي دي زي الكونديشنز الطبيعيه. هل لو حطينا رايت اكسبكتيشن هنشيل حمل شويه من على نفسنا ولا ده ملوش علاقه بالتوقع؟ بالتاكيد الاكسبكتيشنز هنا لها عامل كبير جدا. واحده من الفاكتورز يعني هو انا بحط رياليستيك اكسبكتيشنز من نفسي يعني اصلا في المطلق لانه ده حضرتك بتشاور على سمه من سمات شخصيه البني ادم. هو لاي مدى هو رياليستيك هو واقعي في حكمه على نفسه في تقديره لذاته في تقديره لامكانياته وفي حكمه على الامور من حوله وعلى الحاجات اللي هو بياخدها. فممكن تبقى انت بتخطط لمشروع وعامل اكسبكتيشن ما انت بتعمل دراسه جدوى عشان خاطر الاكسبكتيشنز وانا متوقع قد كده قد ايه وعامل هامش للخطا كمان يعني لو حادت يمين شويه ولا شمال شويه فتمام ده مقبول يعني. في شخصيات هو الاكسبكتيشنز اولا من نفسه عاليه جدا ولما بيفول بيهايند بقى اللي هو انا ما حققتش ده بتبقى كارثه سودة. انا فشلت. فهو لو محقق يجيب 100 كتارجت جاب 95 كارثه سودة بالنسبه له هو كده صفر. فده برضو شكل من اشكال اللخبطه اللي بتبقى في المايند سيت يعني وتركيبه البني ادمين يعني. وبالتالي انا محتاج مثلا افكر في الفلوس. اول حاجه انت قلت بدايه ودايما بنقوله احنا بندعو طبعا الناس الصحه الماليه ازاي تتعامل فلوسك ويبقى فيه ادخار ويبقى فيه حتى تقدر تبقى فيه استثمار. ده شيء جيد وزي التاثير التراكمي والحاجات دي كلها ده الجزء اللي هو الادفايسز. بس كمان اللي انت قلت حاجه مهمه الفلوس هي اداه. اوكي والاداه دي موجوده عشان تسد اغراض معينه. في كل حال من الاحوال لما احط توقعات جيده وابرسيف او اتصور الفلوس ليها دور معين لازم يبقى في كل تصوراتي ان عمرها ما تبقى سبب ان انا ما بقاش مبسوط. يعني بيتهيألي ده جزء مهم في الاكسبكتيشن. وان الناس المتفائله على ما اظن عندهم اللي هو البرسبشن بتاع يعني زي ما بيقولوا كده ايه هو انا اقدر اعمل ايه في اللي انا فيه ما اقدرش اعمل اكتر من كده عشان ما احطش توقعات اكتر من كده. ما اقدرش اتحكم في بكره ولا بكره الحاجه هتبقى بكام وهتغلى ولا وانا احمل نفسي اكبر من اللي ربنا خلقني. المكنه او الماشين هي ليها قدرات معينه. اوكي فلو انا حطيت عليها احمال ان انا عايز اتحوط وبكره ايه اللي هيحصل واعيد وازيد في القصه دي اللي هي اوت اوف ماي هاند اللي انا ما اقدرش ده هيقلل الضغط اللي هو اعرف
المانديت او اللي ربنا خلقني فيه، ايه اللي اقدر اعمله وايه اللي ما اقدرش وايه اللي اسيبه له. بتهيألي ده يقلل انا هنا عايز اقول لك حاجه. احنا دايما نقول there is no health without mental health. مفيش صحه تكمل من غير ما الصحه النفسيه تبقى هي الروت والاساس، بما فيها الصحه الماليه زي ما حضرتك ذكرت. بس انا عايز اشاور على حاجه مهمه جدا. مش معنى انه صحتي الماليه بعافيه وصحتي النفسيه، لما قلت بقى انه في مايند سيت وفي تشاؤم وفي مش عارف شكل افكار ومعتقدات مش مظبوطه، ان انا عيان. انا بس هنا لازم احط تحت دي اكتر من خط. انا عندي مشكله في المايند سيت بتاعي، محتاجه تتصلح، بتتصلح من خلال ثيرابي او رحله علاجيه او رحله ذاتيه للفهم او باي طريقه. هل هي تعني ان مريض بالضروره؟ لا، قد تؤدي الى مرض اذا اجتمعت باقي العوامل. يعني هل لو حد، الناس اللي في المشاكل الماديه دلوقتي بالظبط، لانه هناك عوامل اخرى تجتمع جنب انه المايند سيت بتاعي مش كويس فممكن اصاب بمرض. انما ممكن يبقى المايند سيت بتاعي مش كويس وعيش 80 سنه من غير ما يجي لي ولا مره مرض نفسي. يعني ده هبقى انا محظوظ جينيا مش اكتر. بس المايند سيت هو مايند سيت وعامل لي غصه وعامل لي قلق وعامل لي قدر طول العمر. بس هو ما كانش يرقى لانه يبقى مرض نفسي. المرض النفسي شيء مختلف، شيء طبي له معايير طبيه تشخيصيه، لازم الطبيب هو اللي يشخصها. ولو بني ادم وقع في المرض النفسي المنحدر بيكمل يعني خلاص، ده مش هيقوم السرير، ده مش هيعمل حاجه، ده مش هينجز شيء. والمايند سيت النيجاتيف ده هيبقى اسود خالص بقى، مش هيبقى بس نيجاتيف، يعني هيبقى يعني بيروح للاكستريم. انما الضغوطات الماديه بتاعت النهارده هي عامل من العوامل التي قد تؤدي لاصابه بمرض نفسي، بس مش بالضروره انها تؤدي. يعني ما فيش هنا علاقه سببيه، مش هرسم خط. مفيش علاقه سببيه، انما هي عامل من العوامل بالتاكيد. طيب السوشيال ميديا النهارده انا ببص، بتشوف السوشيال بتفتح بتلاقي ناس في وسط كل ده بيصيفوا في حتت حلوه قوي وجميله، وده لابس لبس جميل، وده عامل عيد ميلاد حلو، وده مسافر في حته جميله قوي. ايه الحلاوه، ايه الجمال ده كله، وانا راجع من السوبر ماركت اصلا ما يعني اللي هو حزين ومتعكنن بتمن الزيت والسكر والحاجات دي كلها. طب ما ده هيأثر عليا نفسيا، فايه ده حله؟ يعني ما اخشش على السوشيال ميديا ولا اعمل ايه؟ يعني انا بتكلم في ناس كده، ده الحال النهارده. والسوشيال ميديا بقت ضغط، في الذات في الجزء المادي. انت بتشوف عالم مش واقعي، هو عالم افتراضي. الصور اللي فيه هي احسن ما عند فلان حطها على بس دي اثرت ان جايز انا الوحيد الخيبان بقى، ما الدنيا كلها ايه وبتاع او على العكس بخش السوشيال ميديا كلها سواد، اللي هو اخينا ده اللي شايف بكره كلها عمديه، يعني الدنيا كلها. طب ايه؟ ما هو ده هيأثر فيا لو انا بخش اتعرض لجرعه رهيبه جدا ان مفيش فلوس والدنيا سواد او الناس دي عايشه ازاي كده، والحلاوه دي والشط ده والجمال ده كله، وانا فين؟ وانا اعمل ايه؟ وانا فاشل ولا ايه؟ وانا مش عارف اتعامل مع الدنيا ولا ايه؟ هل في نصايح او في واحد ياخد حذره او يعمل ايه وهو بيتعرض للسوشيال ميديا او الحاجات دي بالشكل؟ طيب الاول هو مين هيتاثر ومش مش هيتاثر؟ هو انت تحب تشوفها ازاي؟ تحب تشوفها بالمايند سيت بتاع اخونا المتشائم ده، فهو جوه السوشيال ميديا وبيشوف شخص ما عامل شير للحظه فرح او لحظه انبساط في حياته فيها باين عليه مظاهر الطرف، يعني المايند سيت بتاعه هيقول الناس كلها، ده المايند سيت بتاعه بقى، الناس كلها فرحانه، الناس كلها معاها فلوس، وانا الوحيد اللي في اللي انا فيه. تحب تشوفها يا محظوظين. ايوه تحب تشوفها بنظاره المتفائل بقى مش المتشائم. هيشوف برضو الراجل ده عامل شير لبوست وعامل شير لايفنت سعيد في حياته، فده هيقول ايه بقى؟ طب ما الدنيا حلوه اهي وفي ناس بتفرح اهي، امال احنا ناس متشائمين ليه؟ لا ان شاء الله انا كمان جاي عليا الدور. تحب تشوفها ازاي؟ لو تحب تشوفها كده فاقبل التبعات بقى. تحب تشوفها كده اقبل التبعات برضو. فايتس اباوت بيرسبشن، وده نيورو بيولوجي، يعني ما هوش زي ما بيقولوا الطاقه ومش يعني ما فهموش، يعني انا ما فهمش الكلام عن الانرجي والطاقه وبتاع، ما فهموش، لانه بالنسبه لي اللي افهمه، لان انا جاي من الباك جراوند الطبيه العلميه الاكاديميه، اللي افهمه هو اللي بروفد، اللي مثبت في المعمل. فهنا ده مثبت في المعمل جدا جدا جدا. هنجيب عينه دم من الاثنين ونفحص ما يسمى الجلوكوكورتيكويدز او الهرمونات، نوع معين من الهرمونات يعني،
ونشوف الليفل بتاعها هنا والليفل بتاعها هنا عامل ازاي. فتلاقي الليفل بتاعها عند اخونا المتشائم ده عالي في السماء، يعني دي بتاعت الاسترس. وتلاقي عند اخونا المتفائل ده برغم انه يعني حاله يصعب على اي حد اكتر من ده، لا اقل بكتير من اخونا ده. فده لو تحب تشوفها ازاي نعمل مع ده ايه. يعني قرر لو انت حد بتشوف ان ده بيسبب لك مصدر ضغط اكتر ما هو بالنسبة لك مصدر تنفيس او مصدر سعادة او هوبي او ايا كان، شيل الابليكيشن ده خالص. انقطع عن السوشيال ميديا لو انت مش هتقدر وديفولب انذر هوبي. لازم تبقى طبعا، وروح اعمل حاجة تانية او هواية اخرى تفيدك وتفيد وقتك بشكل تاني يعود عليك انت بالنفع، مش بالضرورة النفع المادي لكن كمان بالنفع النفسي. يعني بس اللي حضرتك بتقوله ده مهم قوي. يعني القضية مش اللي بيحصل بره حوالينا ايه جوايا، القضية اختياري انا للي بيحصل ازاي، هستقبله ازاي. وده مثبت علميا ان انا بختار اللي يفيد صحتي وحياتي والمنتاليتي بتاعتي والهيلث بكل اشكاله، سواء بقى فاينانشال منتلي ايا كان. ده اختيار عندنا. ايوه. وربنا خلقني عندي الاراده ان اختار. أيوة. هو نفس الموقف، انا هختار اللي يفيدني وفي واحد هيختار اللي مش هيفيده. أيوة. المحدد هنا ده مهم قوي. ومحددات الاستقبال هنا، انا ليه بستقبل كده وحاجه بتستقبل كده، هي المايند سيت بتاعي فيرسس المايند سيت بتاعك. اوكي، مهمه جدا دي. بس في بقى حاجه عايز اقول لك عليها، وانا ما اعرفش دي علميا ولا لا، واعتقد ان يقال ان العقل البشري بيستلذ بالشيء النيجاتيف. يعني التفسير السلبي هو الاقرب هتقول لك ايه الامثله ايه. مفيش نشره اخبار هتيجي تقول الشمس طلعت النهارده حلوه وفي حد اسره خد ولاده وراحوا عملوا عيد ميلاد. انما النشره عشان دي العقل بيأتراكت للموضوع ده، في حريقه هنا وفي خراب هنا وفي قرش مش عارف كل مين هنا وفي مين. يعني الموضوع ده حلو وبتلاقي كل الناس انجذبت عنه. ولو العكس مش هيبقى بورينج ممل، او جايز يكون ما يتصدقش. هل في حاجه كده علميا بتقول ان احنا باي ديفولت او كده بالضروره بنميل اكتر للتفسير السلبي للاشياء؟ بالتاكيد. بالتاكيد. المخ بيستسهل، وهو تركيبه المخ تطوريا كده انه بيستسهل النيجاتيف. احنا عندنا تو سيستمز في المخ يعني بنفكر بيهم. منهم سيستم واحد وده عنده ميل للتصديق عمال على بطال، كويس كده. وهو بيشتغل يعني هو انتوتيف على طول، يعني مش محتاج يحلل ويناقش وكل حاجه. وتركيبه المخ تطوريا، عشان خاطر تطوريا اقصد بيه انه الانسان الاول، او يعني لو كلام داروين هنا يصدق يعني الانسستورز من الحيوانات وكذا، هو متركب على انه يبقى مور سنسيتيف وحساس اكتر ورياكتيف اكتر للثريت، يهدد الحياه. الديناصور جاي ياكلني. يعني مجرد ما طلعت بره كهفي هنا الديناصور هينهشني. فانا كده. فهو منتبه لما هو المخ خطر. منتبه لما هو خطر. فانت قاعد بتسمع نشرة الاخبار وهم عمالين يقولوا كلام جميل جدا. وقت ما قال حريقه رحت انت عامل كده. هو ما بيقولش في نشر الاخبار كلام جميل دلوقتي، فما فيش حاجه يعني كلها حريقه. خلينا قاعدين وبناقش هنا في الاستوديو في حاجات عاديه، وبعدين حد راح قال كلمه زلزال، كلنا راح عاملين كده ونشوف ايه ده. فهو طبعا يعني ده الديفولت. بس احنا مشكله مش ان هو الديفولت كده، ده احنا حتى بنبرسيف الاخبار الجيده في حاجه غلط. مش يعني انا لو قعدت اتكلم معاك دلوقتي اقول لك على فكره ده ان شاء الله الدنيا هتبقى كويسه وانا اعرف ناس عملت كذا وكذا. الكلام او الاخبار الايجابيه لو انا طلعت وقلت الدنيا حلوه او بكره هيبقى في، حتى لو عندي حقيقه، لا مش هتبقى دي اكتر حاجه تشد الناس، بل بالعكس ممكن تتفسر تفسيرات. ده طبيعي. الا الناس المتفائلين يقولوا والله الحمد لله اخبار حلوه اهو. لو حد تاني سمع يقول له يا عم المتشائم ده يا عم انت بتصدق الكلام ده ناس في ميه البطيخ يعني اللي هو كده مظبوط. ما هو طبيعي. اللي قلته حضرتك من شويه هو انه المخ تطوريا ديزايند ان هو يبقى سنسيتيف للخطر، كويس خالص. فجت سيره الزلزال كلنا هننزعج. ده ما هو طبيعي. ما هو غير طبيعي بقى اللي هو هنختلف فيه عن بعض طبقا للمحددات السيكولوجية بتاعت كل بني آدم، أو السايكولوجيكال ورك أب زي ما بنقول عليه، يعني الميك أب السيكولوجي بتاع كل بني آدم، هو إنه في حد هيستقبل خبر متفائل، حد بيقول لك يعني وتفائلوا بكرة شمس هتطلع من جديد ومش عارف ايه وبتاع بتفاؤل، وحد تاني هيقول أفلح إن صدق. صح.
ايه بقى المحددات اللي هنا؟ وده مهم جدا عشان خاطر الناس برضو تبقى شايفة انها بتتعامل يعني. واحنا بره التسجيل حضرتك كنت بتقول لي انه ممكن حد يزورك في العيادة وتبقى مشكلته الرئيسية اللي جاي بيها هي المشكلة المادية. فالإجابة أيوة، والعكس برضو صحيح، يبقى في حد مش جاي وتبقى شكوته الرئيسية المشكلة المادية. يعني سوري انا اسف يا دكتور، يعني بيجي لك ناس كتير يقول لك على فكره انا مضغوط نفسيا جدا، الاحوال الماديه هي دي اللي ضغطاني. هو عمل كانه شخص نفسه وجاي بس ايه اكتب لي العلاج عشان انا مضغوط ماديا. بيحصل، ده بيحصل كتير. بيحصل. اوكي. بس وانا ما بقعش في الشرك ده خالص. ليه بقى؟ اوكي. لانه في ناس كتيره بتيجي مشخصه نفسها أصلاً. بتشخيصات مرضيه، بيجي جايب معاه اليافطه وهو جاي يعني دكتور جاي يريحك ده انا على عندي فكرة. اكتئاب. طيب ايه المطلوب؟ الصيدليه ممكن تروح على طول ما تجيب هو الدواء ما دام انت بما شخصت انك بقى عندك خلاص. اكتئاب ينفع تروح الصيدليه هيديك حاجه او تي سي كده بتاع. انما لازم اعمل التقييم هنا. واحنا في رحله التقييم بقى قد نكتشف انه اللي انت بتقول عليه ده، انه مشكلتي الماديه دي هي اللي جايباني وهي اللي طالعه على السطح، طلعت يا راجل دي قهوه مشاكل. لما انت بيطلع اكتشفت الموضوع طبعا هو في بيعتقد أشياء ان هو الفلوس، بس هي مش الفلوس. ايوه. او العكس، ساعات بيجي يقول لك لا انا مشكلتي حاجه تانية، ويطلع في الاخر هو مضغوط بسبب الفلوس. عشان كده لازم الفحص ده ويبقى عند متخصص، والمتخصص يدي وقت كفايه، مش بس لان احنا نستخرج الاعراض ونشوف ما هي السياقات اللي جايه فيها هذه الاعراض. ايه السياق؟ هل هو سياق مالي، سياق اجتماعي، سياق سيكولوجي، سياق نفسي شكله عامل ازاي، والبني ادم ده تركيبته عامله ازاي، الريسورسز بتاعته عامله ازاي الى اخره. يعني الكوبنج ستايل بتاعه عامل ازاي البني ادم. لانها مش حاجه، الشغلانه بتاعتنا ما هياش ملهاش وجه واحد. هي متعدده الاوجه جدا 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 يعني. فتبقى مشكلته الماديه دي هي مشكله جنب 100 مشكله تانية عنده، وانه الحل خالص انه هو يعرف نفسه، يعرف كل الحاجات اللي انا قلت عليها من شويه دي، مصادره والكوبينج ستايل بتاعه ومشاكله فين وزرايره فين وبيتضايق من ايه، مصادر الدعم بتاعته فين الى اخره. فلو حد في ازمه، عشان كده بقى لو هنخش على الحل بقى، ايه الحل؟ الناس تتعامل مع ده ازاي؟ وده يعني السؤال اللي انا عايز فعليا اختم بيه، لان احنا محتاجين فعليا نشوف من وجهة نظر الطب النفسي ازاي انا ابقى بحافظ على المنتل هيلث بتاعي رغم كل الضغوط المالية. رغم ده كله انا ازاي اقدر انجى، ازاي اقدر ما بقاش انا عدو نفسي وابقى كمان زي ما بيقولوا ايه ازود الموضوع اسوأ. ايه اللي حضرتك تنصح بيه في طيب الاجابة القصيرة جدا، روح ثيرابي. عشان في الثيرابي هيحصل شوية حاجات لو عرفت تعملهم لوحدك، او رحلة يعني عرفت تعملها لوحدك يبقى تمام، ما عرفتش لازم تكون بتستعين بحد. وهي انك تعرف هو المايند سيت بتاعي شكله ازاي. ما هو انا لما حضرتك تجي لي في العياده وعندك المشكله الماديه الكبيره انك ماضي على نفسك شيكات ب10 مليون دولار ومش عارف ايه وبتاع، مش شغلانتي خالص. انت تروح المحامي ما اسد تجيليش عنك انا. انت ايوه مش انت جيت لي انما انا غلط. انت جيت لي بقى عشان لا انت جيت لي مظبوط، بس انت جيت لي عشان هنشتغل في حته تانية خالص غير في انت حته ايه اللي الشيكات خلاك دي. اصلا تكتب الشيكات من الاساس؟ دي قصه ثانيه. لا تفاؤلك بانه هو انت ممكن تساعده لو في زيارات في السجن بقى تبقى تروح له هناك. يعني دي قصه ثانيه. انما هنا هنشتغل على المايند سيت بتاعك. لازم تبقى عارفه، هو انت من الجماعه المتفائلين ولا من الجماعه المتشائمين؟ هو انت المعتقدات بتاعتك اللي جواك الراسخه عن نفسك وعن الدنيا وعن الحياه شكلها وعن الناس شكلها عامل ازاي؟ الافكار اللي بتطلع بتاعتك شكلها عامل ازاي؟ طب لقيناها في المتشائم، يعني في حاجه اسمها cognitive restructuring او اعاده هيكله لافكاري ومعتقداتي. بتاخد وقت لكن بتتعمل. ما انا ما بروح الجيم عشان اعمل فورمه ومش عارف ايه وبتاع، بياخد وقت لكن بيحصل. بروح للدايتيشن عشان خاطر اخس، يعني بياخد وقت لكن بيحصل. فاذا اقدر اعدل في المايند سيت بتاعي، ثم اتعرف على السايكولوجيكال ميك اب بتاعي كمان، واشوف هو ايه المحددات السيكولوجيه اللي عندي اللي ممكن تبقى not helpful، ما بتساعدنيش كفايه، واغيرها واشتغل عليها. let's say انه ده شكل من اشكال الفرستريشن او الاحباط، وانا ما عنديش مصدر اخرج فيه الفرستريشن، يبقى لازم هيبقى عندي مصدر اخرج فيه هذا الفرستريشن باي شكل. ما عنديش هوايات اخرج فيها ده، فيبقى لازم عندي هوايه اخرج فيها. هوايه من 4 جنيه خلاص، عشان ما حدش يقول لي بس اصل الحاجات دي مكلفه فلوس. هوايه ب4 جنيه، اجري حوالين البيت في الشارع، اجري اطبخ، يعني اعمل اي حاجه بحبها. يبقى عندي كتف ابكي عليه، وده مهم جدا. يبقى عندي دايره اجتماعيه في الاهل، في الاصدقاء، في المعارف، حد اطمن له وعيط عنده. بس انا خايف اقول لك على حاجه، ان ساعات الناس بتبقى مضغوطه ماديا يمكن من اللي حواليهم اكتر.
بمعنى طلبات الولاد، طلبات البيت، الراجل بيبقى ساعات الدنيا بتغلى عليه، فده هل ده ينفعوا يبقوا دول السبورتد ليه او هو السبورتر ليه؟ لو بتشاور لي على انه مراتي هي الشخص اللي ولا بيزن قصدك يروح عليا طول لمامته الوقت مثلا بتاع، فهروح لمامتي، هروح لصاحبي القريب مني أيوة. يعني. بس خلينا نقف الدايره لحد كده عشان يعني اللي يبقى حاجات كتف رسمي اللي هو بالظبط كده، ما يبقاش اكتر من كده. فلازم يبقى في كتف ابكي عليه يعني، او حد او صاحبي على أفضفض الاقل، معاه. واحد افضفض معاه، اي كتف ابكي عليه او صاحبي او فضفض معاه. الحاجه الثانيه انه اخطط بقى، ودي حاجه تخص بقى ده اللي احنا الامان المالي ده اللي بقى، احنا الحلقات اللي انتوا كلها بتشتغلوا بنتكلم عليه. مظبوط. هنا التخطيط هنا في حاجتين ومهمين جدا. يعني انت حاجتين دلوقتي نفسياً. بتقول ان التخطيط ده مفيد للصحه النفسيه، لانه يعني بيديك مش حاجتين، بس الصحه الماليه، الصحه النفسيه. يس، اتفضل. مش بس الصحه النفسيه، كمان الصحه الماليه. بيديك حاجتين، سنس اوف كنترول. ايوه، انا عندي بحس ان انا متحكم. انا متحكم، ما هو مش ماشي كده وزي ما تيجي وبريدكتبيليتي، قادر اتنبأ. دول حاجتين اصلا للصحه النفسيه لازم يبقوا موجودين. لازم وانا قاعد معاك دلوقتي ابقى قاعد حاسس اني عندي اسنس اوف كنترول اوفر نفسي قبل اي حاجه، يعني اللوكس كنترول بتاعي جوايا انا. مزبوط. انا اقدر امشي الحاجات في اي اتجاه، او ابذل مجهود في ان الحاجات تمشي في اتجاه انا عايزه. وبريدكتبيليتي، انك تقول لي والله الساعه 5 هنعمل كذا، الساعه 6 هنعمل كذا، الساعه 7 هنعمل كذا، ومدين هامش خطأ، بس عندي خطه واضحه، ما تاخدنيش كده يعني على عماية. اذا دي كلها حاجات المفروض الناس تبتدي تاخد بالها منها، تطبقها، تبقى حريصه ان ده يحصل. ناهيك بقى عن الحاجات الجينيريك اللي دايما احنا نقولها بقى، تاخد بالك من الفيزيكال هيلث بتاعتك، وتنام كويس، وتاكل كويس، وكل الحاجات دي طبعا. يعني انا هاخد من كلمه حضرتك الحاجه، وده انا سعيد جدا النهارده، واعتقد ده اللي احنا بننادي بيه من محسوبه صح. خطط لصحه ماليه عافيه. اعمل لما بنيجي نقول نعمل صندوق طوارئ عشان لو حصل كذا فيه من 3 ل6 شهور من البيزكس اللي انت محتاجها. ابتدي شوف الاهداف الماليه، يبقى عندك هدف مالي وتحوش ليه من دلوقتي او تستثمر ليه من دلوقتي. التاثير التراكمي حتى لو مبالغ صغيره هتفرق معاك، فدي مش تعمل لك ضغوط. خلي عندك بادجت واشتغل ببادجت، لان ده هيخليك تكنترول الحياه بتاعك. الحاجات البيزكس اللي احنا بنتكلم عليها، ازاي تتعامل مع الفلوس بتاعك لما تجيلك، ازاي تدفع لنفسك الاول، كل الحاجات دي كلها يعني حضرتك لخصتها كمان. دي هتأثر، ودي اساس او اساس رئيسي من الصحه النفسيه. اذا في صحه ماليه جيده هتبقى بتأدي بشكل ايجابي لصحه نفسيه جيده برضه، عافيه زي ما بيقولوا. مظبوط. دكتور محمد، انا مش عارف اقول لك ايه، يعني انا استفدت انا شخصيا كتير، وبتعلم بحاجات جيده جدا، وانا بشكرك لوقتك النهارده. شاركتنا بحاجات مهمه في وقت صعب جدا. يعني انت زي ما انت شايف، كلنا عارفين ان الحياه غلا زي ما بيقولوا، وناس كتير محتاجه تعيد النظر، لان الاحداث هتحصل وهتعدي وهتحصل تاني وهتعدي. اللي هيفضل دايما هيفيد الناس، يا اما ابقى صاحب نفسي زي ما حضرتك قلت كده وافسر تفسير لصالحي، او افسر بشكل ضدي. فاعتقد احنا يعني رغم ان التفسير اللي صالحي ممكن يبقى محتاج تمرين ومحتاج، لان احنا زي ما قلنا عقلنا بيروح بشكل او باخر لما هو سلبي، فده ممكن كمان يبقى نوع من التمارين اللي تخلينا نفسر الشيء اللي يبقى صالحنا، وفي الاخر صحتنا كمان مش بس المنتال والهيلث، ده احنا صحتنا الجسديه كمان هتبقى جيد. شكرا جدا يا دكتور محمد، الف شكر ليك، ونتقابل ان شاء الله في حلقه جديده من محسوبه صح مع خالد يونس في السيزون الثاني.